السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما ينفعش نكون داخلين على موسم الشتاء وما نعملهاش الراعي الرسمي لفصل الشتاء. حاجة كده بتدفينا وكلنا بنحبها بجد، حاجة كده تفتح النفس، وكل مكون فيها مفيد لأولادنا لو أكلناها بكميات معتدلة. هنعمل الحلبة المعقودة أو المفتقة زي ما بتسموها. أول حاجة هنزل بحوالي ربع كوباية من الزيت النباتي، وكمان هنزل بكوبايه من الفول السوداني. هنشوح الفول السوداني لحد ما يتحمص كده معانا. هو ايوه متحمص، بس هنحمصه برضو شويه ونطلع الرطوبه اللي فيه. تمام. هنا بقى لو انتي عايزه تستخدمي سمنه بلدي وزيت عادي، بس انا استخدمت في الوصفه كلها زيت بس. بعد ما شوحت الفول السوداني هنزل بالسمسم، برضو حوالي نص كوبايه من السمسم. هنديله برضو تشويحه علشان السمسم متحمص. كل حاجة كده هتنزل ورا بعض ان احنا بنديها تشويحة، لان السمسم والفول السوداني متحمصين. هضيف وراهم على طول معلقتين من الدقيق. طبعا انا ما كترتش دقيق اكتر من معلقتين، علشان كل ما هتزودي دقيق كل ما المفتقة هتبقى تقيلة، فمعلقتين مناسبين جدا. هندي برضو الدقيق تشويحة مع السمسم والسوداني. وراهم على طول معلقتين من الحلبة المطحونة، وكمان معلقتين من المغات، وده اختياري، بس فعلا بيديها طعم حلو جدا وريحة خطيرة. يعني لو مش موجود عندك مغات ممكن تستغني عنه وبرضه هتكون حلوة. هنزل كمان بمعلقتين من حبة البركة، وهديها برضه تشويحة بسيطة مع كل حاجة. بجد الخلطة دي جبارة، فوايد عظيمة جدا. سمسم سوداني، حبة البركة، حاجة كده عظمة بجد. بعد ما شوحنا بقى كل حاجة كده، واديله ادي بالعسل الاسود بقى. هننزل بمعيار كيلو، يعني الوصفة دي كلها بمعيار كيلو عسل اسمر. تمام. دلوقتي ده كان نص كيلو، ولسه هضيف النص كيلو التاني. وزي ما انتوا شايفين، اول ما نزلت بالعسل المقادير كلها اتجانست مع بعض، والخطوة دي مهمة جدا لازم نركز فيها. هضيف كمان معلقتين من عسل الجلوكوز علشان ما تسكرش معاكي لو قعدت لفترة طويلة. ده لو قعدت يعني من حلاوتها حرفيا مش هتقعد. يعتبر دي تالت مرة اعملها، بجد حاجة كده واو. هضيف كمان رشة كده صغيرة من الملح علشان نعادل الطعم، وكمان سنة. وهنا بقى لازم ايدي تكون فيها كده واقلبها باستمرار، وهسيبها لحد ما تغلي كده بس على نار هادية. لو وصلتوا لحد هنا فضلا وليس امرا، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي. زي ما انتوا شايفين كده ايدي فيها بقلب فيها باستمرار، وطبعا موطية النار. واول ما هتوصل لمرحلة الغليان زي ما انتوا شايفين كده، هسيبها دقيقة او دقيقتين، مش هكتر عن كده علشان ما تحسيش بمرارة. وطبعا القوام هيتغير تماما، وكل ما هتبرد القوام هيبقى تقيل، بس مش تقيل قوي يعني، بس هيكون السمك بتاعه كويس جدا. قبل ما تبرد بقى هنحطها في الحاجة اللي احنا هنحتفظ بيها، سواء برطمان، سواء علبة، سواء اي حاجة. هحطها دلوقتي، وهي طبعا دلوقتي لسه دافية، ما كانتش بردت تماما، بس زي ما انتوا شايفين القوام كان تقيل شوية. ما شاء الله، عملنا المفتقة او المعقودة. طبعا بتتاكل بالعيش التوست المحمص، بتنفع مع اي حاجة حرفيا. حاجة كده عظمة. وبكده نكون خلصنا الوصفة بتاعت النهاردة. اسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.